السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات على الحج. اليوم إن شاء الله حنعمل مع بعض اليالنجي. لما يكون ورق العنب محشي بالخضار والرز وزيت الزيتون تحفة ولا أروع من هيك. ما يميز ورق العنب لليوم إنه مخزن عندي من السنة الماضية بمحلول ملحي. إن شاء الله حنزل لكم في مربع الوصف طريقة تخزينه بالمحلول الملحي، وكمان حعمل فيديو لما ينزل موسم العنب الجديد. عملكم فيديو لتخزينه بطريقة المحلول الملحي. هين ايش عملت فيه؟ نقعته بمية عادية تقريبا 4 ل 5 ساعات عشان يخف الملح منه، وبعدين ضفت عليه مية مغلية شوية بس، يعني لا يعتبر سلق بس شوية، وبحطه بمصفاية بصفيه. بدي رز مصري مغسول ومصفى، بقدونس مقطع، بندورة مقطعة، بصل مقطع، شبت مقطع، بصل أخضر مقطع. المكونات الثانية بحتاج لزيت زيتون، دبس رمان، ماجي بودرة، صلصة، ونعناع مجفف، طبعا الفريش أفضل لو عندك، وبدي بهارات مشكلة وفلفل أسود. بدي أشتغل في الخلطة الحشوة. بضيف أول شي الرز، بضيف عليه البقدونس، الشبت اللي هو الجرادة الخضراء، البصل الأخضر، البصل، البندورة، والبهارات المشكلة. هذه بهارات الرز والمحاشي الجاهزة. فلفل أسود، نعناع مجفف، ماجي بودرة، شوية من الصلصة بتضيف طعم مميز للخلطة، دبس رمان، زيت زيتون، ممكن تضيفي شوية من حامض الليمون لو بتحبي، أنا ما ضفتش. وهذه تكة بضيفها قهوة، حتستغربوا لكن جربوها، كتير طيبة مع الحشوة، تتعامل معاها كأنها بهار. هيك الحشوة بخلطها مع بعض تمام، بحطها بمصفاية عشان تكون الرز ما يكونش فيه مية سوائل. وبدي أحشي، بضيف جزء من الحشوة في الورقة وبلفها بالشكل هذا. بدي أعمل ورقة تانية. طبعا برفع العصب، بضيف حشوة، وإن شاء الله تكون معاكم ظاهرة وواضحة طريقة اللف. تمام هيك، وبلف. بدي ألف كل الكمية، نرجع نكمل مع بعض. هيك بعد ما لفيتها برتب بالطنجرة شرايح من الجزر وبصل، ممكن تضيفي بندورة، ممكن تضيفي بطاطا حسب ما تحبي. هذه المية اللي نزلت لما حطيت الخلطة بالمصفاية، طبعا مية خضار فبضيفها. بضيف زيت زيتون، بدي اضيف كمية منيحة من زيت الزيتون لأنه بدي أعتمد في طبخه على زيت الزيتون، بيطلع معاكي طري ورائع. بضيف الملح المناسب ودبس رمان. تمام هيك. الآن على النار بضيف مية تغمره، وبضغط عليه بأي تقل. أنا ضفت صحن وبحسب له. بعد ما مر نص ساعة بالضبط برفع الصحن وبخليه يكمل استوى كمان نص ساعة بدون الصحن برضو، بس تكون النار هادية تماما. هيك بعد ما استوى بغطيه بفوطة، يعني تلت ساعة نص ساعة وبعدين بقدمه. وهيك عملت أسهل وأطيب يالنجي. يا ريت تشيروا الفيديو عندكم حتى يشوفوا أكبر عدد من أصدقائكم، وشكرا جدا لمتابعتكم، حياكم الله.